كاين واحد النقاش اللي كلنا كيعجبنا اللي هو راسنا. كلنا متفقين انه راسنا هو اكثر موضوع مثير للاهتمام والاعجاب على وجه الارض، حتى انه الابحاث بينت على انه نفس البلاصه اللي كتاكتيفا في الدماغ فاش كتاكل شي ماكله كتعجبك، ولا الانتشاء بالمخدرات، ولا حتى ممارسه الجنس هي اللي كتاكتيفا فاش الشخص كيهضر على راسه. وما نحتاجش نقول لك ان خبراء المبيعات كيموتوا على استخدام هذا الاسلوب، كيخليو الكليان يهضر على راسه ما امكن، وما حد الكليان كيهضر على راسه ما حدو كيحس بمشاعر زوينه تجاه الشخص اللي قدامه، وبالتالي رايو كلامه كيولي مقبول عنده. واش فايت لك تسالتي علاش براند بحال لوروبيانو كيقدر يبيع لك قميجه بيضاء عاديه بسيطه بكثر من 6000 درهم، في الوقت اللي تقدري تشري بحالها حرفيا من براند بحال H&M ب 150 درهم؟ الجواب هنا كيرجع لاسباب سيكولوجيه. البيع الاشياء الفاخره مبني على اساليب سيكولوجيه مختلفه على البيع التقليدي. كلشي مبني على الرغبه هي واحد المشاعر قويه بشكل خارق، وحنا كبشر نقدروا نديروا اي حاجه في سبيل اشباع الرغبه. من المرغوب جدا انه براند غير متاح لكلشي بحال لوروبيانو كيبيع قطع فريده فاخره. كاين واحد الخلط كبير بين الحاجه والرغبه في العقول ديال بزاف ديال الناس، لان حرفيا حد ما محتاج يخلص 6000 درهم على قبل شوميز اللي يقدر يلقى بحاله ب 150 درهم او حتى قل في الجوطيه. لان مثلا الواحد ما محتاجش الاس كلاس مرسيدس ولا حتى الاكس 7 بي ام دبليو، تقدر تشها شي وحده ولكن ما محتاجهاش، ما كايناش واحد الحاجه حقيقيه موجوده غادي تغطيها. الا جينا نناقشوا الاشياء الفاخره نقديا، تكون عندك ساعه رولكس شي حاجه زوينه، ولكن شنو الحاجه اللي محتاج عليها الساعه؟ هي تعرف شحال في الساعه، لهذا كتلقى ساعه بحال الساعه ديال كاسيو قاضيه الغرض. لكن السر علاش عندي الرغبه في الرولكس كيرجع للهويه ديالو. سواء بغينا ولا كرهنا، الاشياء الفاخره دلاله ورمز كبير على الغنى والانجاز والطبقه الاجتماعيه. الانسان بطبعه كيبغي يبين النجاح ديالو. واحده من اقدم الدراسات لقت انه الناس كيستهلكوا الاشياء الفاخره فقط لارسال رساله مثل شوفوني ها فين وصلت انا ناجح. حقائب البركان هي واحد المثال زوين على الهويه، لانها كتعتبر واحده من اغلى الحقائب اليدويه المعروفه بالجوده والندره ديالها. وماشي غير هادشي، ما كيفيش حتى يكون عندك فلوسها باش تشريها، ورغم الاثمنه الخارقه ديالها الطلب عليها كيكون ديما اكثر من العرض. لهذا فاش كتحصل عليها كيولي هذا الامتلاك جزء من الهويه ديالك، وحتى كيدخل في التصور ديال الناس والمجتمع لك، وحتى التصور ديالك لراسك. لهذا السؤال هنا كيفاش كيديروا ليها، كيفاش كيلعبوا على النفسيه ديالنا وكيخلقوا واحد الرغبه لهاد المنتجات الفاخره. البيع المنتجات الفاخره كيدخل في واحد الاكسبيرينس. الكليون الغني كيكره البائع والبيع التقليدي. وانا ما كرهتش دير لها كان سبسكرايب قبل ما تكمل، لانها المحاوله التقليديه ديال انك تحاول تبيع ليه شي حاجه من باب انه محتاجها ما غاديش تصدق معاه، كيصدق معاه فقط تعطيه المنتج اللي يجي مع اللايف ستايل ديالو، واللي كيدخلوا فيه معايير كثيره بحال الجوده والندره والغلاء والقصه، لان الندره كتخلق عندك الرغبه لديك الحاجه. في جامعه بنسلفانيا عملوا واحد الدراسه على واحد الحقيبه عاديه وحده حطوها ليميتيد اديشن، والنتيجه اكتشفوا ان الحقيبه اللي تحط عليها ليميتيد اديشن تضاعفت الرغبه عليها 3 المرات اكثر من الحقيبه العاديه. الجوده والتاريخ والقصه والمكانه والهويه كلها امور كيستخدمها دماغنا باش يبرر الثمن الغالي. تخيل ان الثمن اللي طالع كيعطي متعه اعلى في الدماغ، والكليان الغني كيبغي الثمن يكون طالع كيتحداه ببساطه، لان التسعيره المرتفعه كتعطي قيمه، والشركات ما كتخافش من انها تزيد في الثمن، لان الثمن براسو كيخلق واحد الهبه للمنتج. دراسه في لندن بيزنس سكول لقاو ان زياده الثمن بنسبه 20% رفع من نسبة المبيعات، والسبب لأنه الكليان اعتبر أن السلعة راقية وفاخرة. وحتى ثاني كاين الارتباط العاطفي للبراند وباش كيحسك، وهادشي ثاني مبني على الأصول والقصة والتاريخ والديزاين. أكيد عندك براندات صاخبة بحال فيرزاتشي، غوتشي، لوي فيتون، واللي كتلقى الادز ديالهم في كل قنت بين المشاهير والانفلونسرز، واللي يلصقوا اللوغو ديالهم في كل قنت في صرخة ليهم اجي وشوفوني شريوني. بعدها كاينين براندات هادئه بحال برونيلو، كوتشينالي، واللي كيبيعوا ما لا يعد من المنتجات في واحد الصمت والهدوء. وكاين واحد الفكره دايره الفتره الاخيره وخصوصا في السوشيال ميديا ديال المنتجات الفاخره المتاحه لكل شيء. نقول لك واحد الحاجه، هاد جوج كلمات ديال الفاخره والمتاحه لكل شيء ما كيتجمعوش مع بعض، غير منطقي وغير ممكن، لانه المنتج اللي متاح لكل شيء والثمن ديالو قادر عليه الاغلبيه فراه ما كتعتبرش فاخر. والسبب لانه فاش كتغيب الندره دماغك ما كيبقاش يحس بنفس المتعه اللي المنتج النادر كيعطيها له.
المنتجات الفاخرة كلها مبنية على مشاعر قوية، الرغبة في الهوية والمكانة. لهذا كتلقى النواقل العصبية بحال الدوبامين والسيروتونين كيتم إفرازها فاش كتم شاري شي حاجة فاخرة. الدوبامين بالخصوص كتلقى عنده تأثير قوي في تحفيز القرار ديال الشراء، لأنه كيعطيك الإحساس بالمكانة العالية والسعادة. والسيروتونين كيتحكم في المود ديالنا اتجاه المكانة الاجتماعية، الأمر اللي كيخليهم يبنيو واحد الكوكتيل قوي من الإدمان عليهم. الأشياء والمنتجات اللي كيطبعوا عليها كلمات مثل exclusive, personalization, VIP treatment هما اللي كيخليو واحد الهرمون سميتو اكسوتيسن يتفرز، واللي كيسميوه هرمون الحب، هرمون الحنان، هرمون الثقة، هرمون الارتباط، هرمون الانتماء. كيحسك بالانتماء لديك البلاصة. عاوتاني حوايج بحال the bandwagon effect اللي كتلعب دور كبير، لأننا كلنا عارفين أنه الناس كيميلوا يشريوا ويديروا شي حاجة غاحيت الأغلبية ديال الناس داروها، والشركات بلا ما نحسو كيستخدموا هذا الشيء ضدنا عن طريق الترند والانفلونسرز والمشاهير. كنعيو من نكرو، ولكن الانسان ما كيبغيش يحس براسو خارج القطيع. دماغ الانسان مبرمج على انه يمشي مع الاغلبيه، لانه الاغلبيه هي الامان النفسي والاجتماعي. والسؤال هنا علاش الاغلبيه كيدابزوا يشريو حوايج ما قادينش على ثمنهم؟ البعض كيسميه التلاعب ديال الشركات بمشاعرنا، لان الشركات العالميه في بزاف المناسبات كيكونتروليو هاد المشاعر لصالحها، لدرجة كنقدروا نبلوكيو الجانب السلبي ونركزوا فقط على اللحظة، وكنتجاهلوا الأولويات في سبيل دماغنا يعيش هاد المشاعر. وفي نظرنا هذا الشيء ما كنسميهش تلاعب بالشركات، إنما كنفضل نسميه فراغ داخلي. هذا كل شيء، شكرا على المشاهدة. شارك معي رأيك في كومنت، دير لايك وسبسكرايب.